انا بس عايز اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ صرفتي مصروف البيت كله على الميك اب؟ هو زعقلك؟ طب وانت عملتي ايه؟ ضربتيه؟ شتمتيه؟ وبعد ده كله علاقتكم محسوده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. افتح المحضر يا ابني. لو قلت لك اني باصص لك في الحاجه اللي في ايدك دلوقتي وبحسدك عليها من كل قلبي، ايه اول رد فعل هتعمله؟ الاغلب انك هتخاف وهتحاول تخبيها او تقرا المعوذتين وتدور على اي خشب تمسكه. احنا النهارده بنفتح اكتر ملف متلازمه نفسيه بتتحكم في تصرفاتنا اليوميه، الحسد. الحسد موجود في الدين كطاقه شر، والدين حطه في حجمه الطبيعي وطلب مننا نستعيذ منه ونكمل في حياتنا عادي. بس احنا كمجتمع اخدنا الفكره دي وضخمناها لحد ما حولناها لغول مرعب وبارانويا وهوس مرضي بيتحكم في كل تفصيله في يومنا. احنا النهارده بنحاكم طريقه استخدامنا للحسد، بنحقق مع الكيان الخفي اللي بيخلينا نعيش في خوف ونطفي نور بيوتنا عشان محدش يشوف اننا مبسوطين. الخوف من عين الجار او الصاحب ده مش اختراع جديد، ده جين متوارث في العقل المصري من الاف السنين. لو رجعنا للقدماء المصريين هنلاقيهم ان هم قدسوا عين حورس وكانت بالنسبه لهم رمز للحمايه والشفاء والكمال. بس مع مرور الزمن واختلاط الثقافات ودخول شعوب تانية لمصر، الفكره الفلسفيه العميقه دي اتحولت لرموز استهلاكيه شعبيه زي الخرزه الزرقاء وكف فاطمه والسبع حبات بخور. اللون الازرق تحديدا ارتبط بالخوف لان العيون الزرقاء كانت نادره في مجتمعنا الشرقي وكانت بتميز الغزاة والاجانب. فالمصري القديم اعتبر ان اي عين زرقاء هي عين حاسده غريبه وقرر يصدها بخرزه من نفس اللون ونفس الشكل. الطقوس اتغيرت والرموز اتبدلت من جداريات المعابد لحد شبكه الميكروباص، بس الرعب فضل واحد، الرعب من ان في قوه خفيه ممكن تخطف نعمتك في ثانيه. النقلة المرعبة للقضية دي حصلت في عصرنا الحالي. التكنولوجيا اللي بتخلينا منفتحين وبتوثق لحظاتنا الحلوة، احنا عايشين تناقض غريب جدا. عايزين نتمنظر ونبان ان احنا عايشين افضل حياة بس ميتين من الرعب ان حد يحسدنا. السوشيال ميديا خلقت نوع جديد من العيون اللي مفتوحة على بيوتنا وغرف نومنا 24 ساعة. النتيجة ايه؟ ان احنا اخترعنا فن التمويه الديجيتال. تلاقي الست من دول منزله صورة لابنها على وشه ايموجي قلب عشان العيد، تلاقي واحد منزل صورة عربيته الجديدة وعليها دعاء فك الكرب والمرض عشان يكسر عين الحاسد. وصل بينا الهوس لادعاء الفقر والمرض، ينزل صورة كانولا وهمية في المستشفى ونشير بوستات كئيبة اننا متدمرين نفسيا وماديا كنوع من التمويه عشان نبعد الرادار عننا. احنا بقينا بنشحت التعاطف عشان بنهرب من الحسد. هنا بقى بنحط ايدينا على الجرح النفسي الحقيقي. الحسد اتحول لاكبر ميكانيزم دفاع نفسي واكبر شماعه في تاريخ المجتمع المصري. لما الطالب بيقضي السنه يلعب وما يذاكرش ويسقط، او موظف ما يطورش من نفسه فيتم رفضه من الشغل، او جوازه تبوظ بسبب العند وسوء الاختيار، بيكون الاعتراف بالتقصير الذاتي قاسي جدا. هنا تيجي فكره انا محسود او معمول لي عمل كمنقذ سحري بينقذ كرامتنا قدام نفسنا وقدام الناس. احنا بنعشق فكرة الحسد لانها بتعفينا من تحمل مسؤولية اخطائنا وكسلنا وبتحطنا دايما في دور الضحية الناجحة المستهدفة. الاسهل ان احنا نقول ان في شعاع ليزر طلع من عين الجار دمر لنا حياتنا، بدل ما نقف قدام المراية ونعترف ان احنا قصرنا او فشلنا. الحسد بقى المخدر اللي بنبلعه عشان ما نواجهش عيوبنا. وطالما في خوف ورعب جمعي بالشكل ده، يبقى لازم يكون في حيتان بتستفيد وبتعمل ثروات. بيزنس الخوف شغال في مجتمعنا بملايين الجنيهات يوميا، من اول تجاره البخور الفاسد والسبح المضروبه والدجالين اللي بيبيعوا ازايز الميه المقري عليها، لحد البيزنس المودرن بتاع اكسسوارات العربيات الغاليه جدا واللي بتتباع تحت مسمى درء العين ودفع الحسد. تلاقي عربيه ثمنها ملايين وصاحبها حاطط عليها استيكرات رخيصه مكتوب عليها عضة أسد ولا نظرة حسد. الخوف بيتباع وبيتعمل منه فلوس والناس بتدفع عن طيب خاطر لأنها بتشتري راحة بال وهمية. المستفيد الوحيد من البارانويا دي التاجر اللي بيعزف على وتر ضعفك وقلة إيمانك بقدراتك. اقفل المحضر يا ابني. الرعب من زوال النعمة هو اللي بيزيل النعمة فعلا. لما تخبي نجاحك عن أقرب الناس ليك، وإنك تطفي نور بيتك عشان تبان غلبان، وإنك تعيش في ظل الخوف ليل نهار عشان تحمي فرحتك، انت كده حققت هدف الحاسد من غير ما يبصلك اصلا. انت اللي حسدت نفسك بنفسك وحرمتها من متعة الاحساس بالنعمة. انت اللي سجنت روحك في زنزانة التخوين وشكيت في كل اللي حواليك. المتهم هنا مش عين الجار ونظرة الغريب، المتهم هنا هو رعبك اللي سرق منك متعة الحياة وخلاك ضحية الوهم انت اللي صنعته وكبرته. الحسد الحقيقي هو انك تمتلك النعمة وتعيش تتصرف
كأنك محروم منها. قول لنا بقى في التعليقات ايه اكتر موقف كوميدي شفت الواحد بيخبي نعمته وبيدعي الفقر خوفا من الحسد. التحقيق لسه مستمر. سلام عليكم.